في لحظات كده بنقف ونقول أنا محتاج أعمل ريستارت العقلي، محتاج أغير طريقة تفكيري وأشوف الدنيا من زاوية جديدة. واللي بيعمل ده فعلا مش مجرد نصايح عابرة، لكن كتب قوية بتفتح لك أبواب جديدة وتخليك تعيد حساباتك من أول وجديد. النهاردة هشارك معاك أفضل كتب تطوير الذات اللي مش بس هتديك معلومات، لكن هتغير حياتك بالكامل لو طبقت اللي فيها. طيب، ليه كتب تطوير الذات مهمة؟ لأنها بتعلمك كيفية تطوير الذات بشكل عملي، مش مجرد كلام نظري. بتزود ثقتك بنفسك وتخليك قادر تواجه التحديات. بتخليك تعرف إن النجاح مش صدفة، لكنه خطوات مدروسة. بتساعدك تلاقي شغفك وتحدد أهدافك. بتخليك تتعلم من تجارب ناس سبقوك. وكتب تطوير الذات مش مجرد أوراق، دي مفاتيح لعالم جديد. بتخليك تعيد التفكير في حياتك وتبني عادات جديدة وتكسر قيود قديمة. وخليني أشارك معاك شوية كتب لتطوير الذات اللي غيرت حياة ناس كتير. الكتاب الأول العادات السبع للناس الأكثر فاعلية، للمؤلف ستيفن كوفي. الفكرة الأساسية: النجاح مش مجرد إنجازات، لكنه مبادئ وعادات بتبني شخصية متوازنة. بيخليك تعيد ترتيب أولوياتك وتفكر بمنطق الربح للجميع. أمثلة من الكتاب: العادة الأولى: كن مبادراً. كوفي بيحكي عن أشخاص نجحوا لأنهم ما استنوش الظروف تتغير، لكن هم اللي بدأوا بالفعل. العادة الخامسة: اسعى أولاً أن تفهم ثم أن تفهم. مثال عن مدير قدر يحل مشكلة فريقه لأنه استمع بتركيز قبل ما يفرض رأيه. الكتاب الثاني العادات الذرية، للمؤلف جيمس كلير. الفكرة الأساسية: التغيير الكبير بيبدأ من خطوات صغيرة متكررة. بيعلمك إزاي تبني نظام عادات بدل ما تعتمد على قوة الإرادة بس. أمثلة من الكتاب: لو عايز تبدأ رياضة، كلير بيقول ابدأ ب5 دقايق يومياً، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتزيد تدريجياً. بيحكي عن لاعب بيسبول استخدم تحسينات صغيرة في تدريبه لحد ما وصل لمستوى عالمي. الكتاب الثالث فكر تصبح غنياً، للمؤلف نابليون هيل. الفكرة الأساسية: التفكير الإيجابي والهدف الواضح هما أساس النجاح. بيخليك تصدق إن النجاح مش صدفة، لكنه نتيجة عقلية مركزة على الهدف. أمثلة من الكتاب: هيل بيعرض قصص رجال أعمال بدأوا من لا شيء، لكن إيمانهم بأهدافهم كان السبب في نجاحهم. بيأكد على قوة الرغبة الملحة كشرارة البداية لأي إنجاز. الكتاب الرابع فن اللامبالاة، للمؤلف مارك مانسون. الفكرة الأساسية: مش لازم تهتم بكل حاجة، لكن تختار اللي يستحق اهتمامك. بيحررك من ضغط المجتمع ويخليك تختار أولوياتك بوعي. أمثلة من الكتاب: مانسون بيحكي عن ناس ضيعوا حياتهم في محاولة إرضاء الكل، لكن السعادة جت لما بدأوا يقولوا لأ. بيأكد إن الألم جزء طبيعي من الحياة، وإن قبول ده بيخليك أقوى. الكتاب الخامس قوة الآن، للمؤلف إيكهارت تول. الفكرة الأساسية: السعادة في اللحظة الحالية، مش في الماضي ولا المستقبل. بيخليك تهدي ذهنك وتستمتع بالحياة بدل ما تضيعها في القلق. أمثلة من الكتاب: تول بيحكي عن ناس عاشوا في القلق مستمر بسبب التفكير في المستقبل، لكن لما ركزوا في اللحظة اتحرروا من التوتر. بيستخدم تمارين ذهنية زي التركيز على التنفس علشان تعيش اللحظة. الكتاب السادس نظرية الفستق، للمؤلف فهد عامر الأحمدي. الفكرة الأساسية: أفكارنا هي اللي بتشكل حياتنا، ولازم نراجعها ونصححها. بيخليك تعيد التفكير في قناعاتك وتفتح دماغك لوجهات نظر جديدة. أمثلة من الكتاب: بيعرض قصص قصيرة عن مواقف يومية بتوضح إزاي التفكير الخاطئ ممكن يضيع فرص. وبيأكد إن تطوير الذات يبدأ من مراجعة معتقداتنا. الخلاصة: كل كتاب من دول بيقدم زاوية مختلفة لتطوير الذات. العادات السبع بيركز على المبادئ والعلاقات، العادات الذرية على بناء العادات الصغيرة، فكر تصبح غنياً على التفكير الإيجابي والهدف، فن اللامبالاة على اختيار أولوياتك، قوة الآن على العيش في اللحظة، نظرية الفستق على مراجعة الأفكار والمعتقدات. وهقولك شوية خطوات بسيطة تبدأ بيها. اقرأ كل يوم ولو صفحة صغيرة من كتاب تطوير ذات. جرب تطبق فكرة واحدة بس من اللي قرأتها في حياتك اليومية. شارك اللي اتعلمته مع أصحابك أو على السوشيال ميديا، ده بيخلي المعلومة تثبت أكتر. طيب، إيه الفرق بين الكتب الأجنبية والعربية؟ الكتب الأجنبية زي العادات الذرية والعادات السبع بتركز على منهجيات علمية وتجارب عالمية.
الكتب العربية زي نظرية الفستق وخواطر أحمد الشقيري بتركز على أمثلة من حياتنا اليومية وقريبة من ثقافتنا. الجمع بين النوعين بيديك صورة كاملة، علمية وعملية، عالمية ومحلية. ولو عايز تبدأ رحلة جديدة مع نفسك، اختار من بين كتب مفيدة لتطوير الذات اللي اتكلمنا عنها، وصدقني كتاب واحد ممكن يكون الشرارة اللي تغير حياتك كلها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك علشان نكمل ونشاركك المزيد من الكتب اللي هتفتح لك أبواب لعالم جديد.